أهلا بيكم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن سلوكيات التخريب الذاتي وشرحنا صورها الكتير، وفي حلقتنا النهاردة خلينا نفهم بشكل أعمق إيه هو التخريب الذاتي وإيه هي أسبابه وإزاي نواجهه. خليكم معانا. التخريب الذاتي هو إن عقل الإنسان بيبدأ ياخد قرارات ضد مصلحته، والقرارات دي بتتسبب في تخريب الإنسان على المستوى الجسدي إنها تفقده صحته الجسدية، أو على المستوى النفسي إنها تفقده راحته واستقراره النفسي. والقرارات دي بتتكون على مستوى غير واعي من الإدراك، يعني الإنسان مش بيكون قاصدها لكنه موافق عليها، أو بمعنى أصح مستسلم لها وسامح لها إنها تدمر صحته أو تدمر نفسيته أو تدمر علاقاته. طب إيه أسباب التخريب النفسي؟ ليه الإنسان بيوصل للحالة دي؟ التخريب النفسي هو صورة من صور الصراع النفسي العنيف، والصراع ده يكون نتيجة انعزال الروح عن النفس، بمعنى ان الانسان بتبدأ افكاره تتعزل عن مشاعره وتهاجمها وتقهرها، ونتيجة لده بيبدأ الانسان يكره نفسه ويحاول يدمرها. كل ده بيحصل بدون وعي منه لكنه بيظهر في سلوكياته. والصراع النفسي ده بيكون أسبابه عميقة جدا في نفس الإنسان، وغالبا بتكون صدمات نفسية جديدة ما قدرش الإنسان يتخطاها ويتعافى من أثرها. طب إيه الحل؟ الخبر الحلو إن الصراع النفسي ده والصدمات النفسية دي ليها حل مهما كانت قديمة أو صعبة. كل ده متوقف على شرطين فقط. الشرط الأولاني إن الإنسان يكون فعلا عايز يتعافى منها، والشرط الثاني إن الإنسان يكون مصدق إنه يقدر يتعافى منها. بعد كده مش بيكون فاضل غير انه يلجأ لكوتش يقدر يوجهه في رحلته للتعافي من الصدمة النفسية والوصول لحالة التصالح مع النفس. لو اكتشفت انك محتاج مساعدة من كوتش عشان توصل لحالة التصالح مع النفس، تقدر تتواصل معايا عن طريق منصة اسأل أو تطبيق الدكتور أو رسائل صفحتنا على الفيسبوك. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكركم.